لجنة الانضباط بتقرر إيقاف كهرباء 12 مباراة. الأهلي على فكرة ما يتعاندش معاه، الأهلي بقى هيعمل إيه معاهم؟ الأهلي هيطعن في تكوين أصلا لجنة الانضباط دي لأنها اتكونت بشكل غير شرعي من قبل اتحاد الكرة بعد استقال اللجنة السابقة، ويصبح بعد طعن النادي الأهلي في تشكيل اللجنة ديت كل قرارات لجنة الانضباط ديت مجمدة لحين النظر في أحقية تشكيلها أساسا. يبقى انت اساسا بقى مش هتوقف كهربا، لا النادي الاهلي هيلغي اللجنه دي كلها من اساسها. ودي مش اول مره النادي الاهلي يعملها، لان اللي هم بيعملوه ده عبث. ومفيش حاجه اسمها لاعب يتعاقب مفيش اي حاجه لائحه عندهم 12 مباراه، مفيش حاجه اسمها 12 مباراه. فاهم انت ازاي؟ فاللي يلعب مع الاهلي يستحمل، لان لجنه الانضباط متشكله اساسا غلط.